كل حد فينا شايل جواه جوانب محدش يعرفها. في ناس لما بتحكي بتحس إنها بتفتح باب ضلمة كان مقفول سنين، وفي ناس لما تحكي بتكشف نور عمره ما اتشاف. وجوه حكايات سيلة إحنا قررنا نسمع حكايات بنات من غير أسئلة ومن غير أحكام. كل اللي طلبناه منهم يحكوا لنا عن نفسهم، يحكوا لنا عن الصفات اللي بيحبوها فيهم واللي بيتعبوا منها، يحكوا لنا عن جروح صغيرة محدش حسها، وعن لحظات قوة طلعت فجأة من قلبهم. ويوم بعد يوم هنكتشف إن الإنسان دايماً أعمق من اللي ظاهر، وأكبر من فكرة، وأغنى من كلمة. يلا بينا نسمع حكاية صديقتنا النهاردة. أنا ريم، 25 سنة. عمري ما كنت بشوف نفسي رقم بيزيد، كنت دايماً بشوف سنين بتعدي وأنا بتشكل وبتغير وبطلع بنسخة أقوى من اللي قبلها. واوعوا تفهموا إن القوة دي حاجة سهلة، لأ، ده أصعب طريق عرفته. من ولا طفلة كنت عنيدة، العند عندي مش رأي، ده جزء من نفسي. كنت أبكي بصوت عالي وأضحك بصوت أعلى، وأزعل بسرعة وأرجع أتصالح أسرع. طبع طفولي صريح ما فيهوش تلفيف. كنت لما عاوز حاجة لازم تحصل، مش علشان مغرورة، بس علشان كنت مؤمنة إني أقدر. وأمي كانت دايماً تقول: ريم بنتي شعلة نار ماشية على رجلين. فاكرة أول مرة اتجرحت من كلمة؟ كان عندي 12 سنة، حد قال لي إن شخصيتي تقيلة. ضحكت ساعتها، بس في الليل اتوجعت. أنا من النوع اللي بيخبي الوجع، اللي يقولك ما حصلش حاجة وهو جواه عاصفة. بس عمري ما سمحت لنفسي أبان ضعيفة قدام حد. وأنا بكبر اكتشفت إني حساسة، مش أي كلمة تعدي، ومش أي حد يدخل حياتي. قلب كبير بس مش سهل يفتح، وإن فتح يدي بزيادة أكتر حتى من اللي يستاهل. دراسة وصحوبية ومحاولات إني أفهم أنا مين، ومع كل يوم كانت فيها صفة بتكبر: حماسي، جرأتي، سرعة قراراتي. وأكتر حاجة كانت بتتعبني إني ما بعرفش أقف في النص، يا كلي يا ولا حاجة. جه وقت تحديد مصيري جوه الدراسة، أحلامي كانت واضحة، كنت عايزة كلية معينة وشايفة إن مستقبلي كله هناك. تعبت وسهرت وضغطت على نفسي، بس النتيجة ما جاتش على مزاجي. ساعتها حسيت الدنيا وقفت. 3 أيام ما كنتش بشوف حد، بس بعدهم وقفت ومسحت دموعي وقلت جملة عمري ما بنساها: ريم ما بتتهزمش، ولو وقعت هتقف. دخلت كلية تانية وكنت زعلانة، بس مع الوقت اكتشفت نفسي أكتر هناك. اتعرفت على ناس، خدت مواقف، اتعلمت إني مش لازم الطريق اللي في دماغي يبقى هو الصح، ممكن الطريق اللي ربنا يختاره يكون أنسب. وده اللي حصل، اتغرقت وبقيت شخصية ما حدش يتوقعها. دخلت شغل عمري ما كنت متخيلة أدخله، وأول ما واجهت الضغط طلع مني الجانب اللي حتى أنا كنت ناسياه: القوة، الجرأة، سرعة الإنجاز. أيوة، ساعات أتوتر وأتعصب وأزعل، بس في الآخر أرجع أكمل. مش بعرف أسيب حاجة نصها. وفي العلاقات اتجرحت واتخذ عليا مواقف واتقال إني جديدة وإني بخرج من حياة الناس بسرعة. بس محدش كان فاهم إني لما بحب بجد، ولما بزعل بقطع بالمشرط. ومش أسوأ مني، بس من خوفي على نفسي. لو فتحت باب أدخل بقلبي كله، ولو قفلته أقفله للأبد. وأنا هنا النهاردة مش علشان أقول إني كاملة، لأ، أنا مليانة تناقضات، قوية وضعيفة، حساسة وعنيدة، عصبية وطيبة. أنا ريم، ولسه بتعرف على نفسي كل يوم. من كلام ريم ومن طريقتها ومن صراعاتها اللي بين القوة والضعف نقدر بسهولة نفهم إنها من برج الحمل. برج الحمل مش نار وبس، ده قلب حي، روح بتجري، بتتجرح بس بتتعالج بسرعة، بتتوتر بس بتشتغل وتكمل، تزعل وتسامح، تقوى وتضعف، تندفع وتتعلم. بنات برج الحول عندهم طاقة بتشدك، صوتهم عالي ويمكن ده يضايقك، بس لو قربت هتلاقي الطفلة جواها بتخاف تزعل حد. عندها شجاعة غريبة،
وإرادة لو حطيتها في حاجة بتوصل. بتغلط؟ أيوة، بس ما بتكدبش وما بتحبش تلف، ولو حبت تحب بصدق، ولو اتكسرت بتقدر تقوم، مش عشان ما توجعتش، بس عشان طبيعتها ما تعرفش الاستسلام. وحكاية ريم ما كانتش مجرد قصة، كانت مراية بتورينا قد إيه الإنسان ساعات يكون حرب جوه نفسه، وقد إيه القوة الحقيقية إنك تكمل حتى لو ما كنتش فاهم إزاي هتكمل. دي كانت حكاية ريم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم وإيه أكتر حاجة بتميزكم جوه شخصيتكم، واستنونا في حكاية جديدة وصوت جديد من قلب بنت حقيقي مع حكايات سيلا. انتي برج إيه؟